اخواتي الزملكاويه، والله العظيم بتكلم جد. تيشيرت الزمالك تيشيرت تقيل، له جمهور في كل حته. يعني شرف لاي حد يلبس تيشيرت الزمالك زي ما هو شرف لاي حد يلبس تيشيرت الاهلي. بس في مشكله يعني، او في فرق بين عقليه بعض جمهور الزمالك. يقول لك ايه يعني؟ ساسي عملوه منه بطل قومي، وواحده طلعت تبرعت بالحلق بتاعها عشان يتجدد، وغلطوا نفس الغلطه، وبعد موسم او اقل من موسم سابهم ومشي. نفس الكلام زيزو ما كانش حد يعرفه لما لبس تيشيرت الزمالك، والزمالك دعمه وجماهير الزمالك دعمته، بيتنطط وعاوز يجدد، وابوه لا اخده لو اوديه الاهلي لا، وعمال يتكلم. على فكره طلعت فيديو قلت مرحب بيك، انا كنت بتريق على فكره في الفيديو ده. ما تغلطوش نفس غلطه ساسي، اللي عاوز يجدد يجدد. شوف لعيبه الاهلي مع اداره الاهلي بتقول لك ايه: انا امضي على بياض، شرف لاي لعيب انه يلعب في الاهلي. عمر ما في الجمهور الاهلي قال لك تمسك بلعيب. يعني الشناوي لو تفتكروا الماتش المصري، الماتش اللي كنا غالبين فيه من ماتشين، الجماهير لما قالت خد يا شناوي غور وخد كهربا معاك. ليه؟ ان تيشيرت الاهلي تيشيرت تقيل زي ما تيشيرت الزمالك تيشيرت تقيل. سيبك من اللي احنا بنقوله في السوشيال ميديا، ونقعد نهزر مع بعض ونضحك ونقعد نتريق على الزمالك ونتريق على الأهلي. سيبك من الكلام ده كله. بس فعلا تيشيرت الزمالك تيشيرت تقيل. فعلا القطب الثاني مع الاهلي، اه الاهلي فارق، بس برضه القطب الثاني ما حدش ينكر الحاجه ديت. فما تخلوش لعيب يستفزكم، او يخلي لعيب هو اللي يلعب بيكم. بامانه والله ده كلام من واحد اهلاوي على فكره. اللعيب اللي ما يلعبش في الزمالك ومقتنع انه بيلعبش يمشي، زي ما الاهلي بيعمل كده. رمضان صبحي عمل معاه ايه في نجوميته؟ ساعه ورد عليا، ما ردش، اتكل على الله ومشي. سلام.